اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا بكم من مطبخي مطبخ الواحد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كلهم متابعيني؟ من ايه يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واهلا بيكم في فيديو جديد. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعده. فين لانش بوكساتك بقى يا ام احمد؟ ما صورتش بصراحه، قايمه من النوم مش عارفه احرك ايدي وارمه يا جماعه. ما دي مش حساسيه، عشان اللي قالت لي الفيديو اللي فات دي حساسيه من مسكنات. انا يا جماعه مش قابله للدرجه دي، ومش عماله بلبع مسكنات ليل ونهار. انا ما باخدش مسكن الا حقن، وما باخدهاش الا لما بكون بزحف، يعني حرفيا بزحف بجيب حقن اخدها. فانا مش من النوع اللي عماله بلبع مسكنات ليل ونهار. انا اصلا بقرف من الحبوب، فانا من نوعيه الناس اللي بقرف من طعم الحبوب. دي حاجه قرصاني. بس ايه هي اللي قرصني؟ عشان يورم دراعي كله ويحمره كده، ومخدل لي ايده كلها وعامل لي وجع وسخونيه، وما اعرفش بصراحه ايه اللي قرصني ده. يعني ايه نوع الحشره اللي قرصاني دي؟ انا ما اعرفش. سلفتي بتقولي يمكن من عند الزرع، وانت بتسقي الزرع ولا حاجه، يمكن كان في حاجه قرصتك من عند الزرع. فالله اعلم بقى ايه هي دي، جات لي منين بصراحه، لان دي كان اول يوم مدرسه. من وفعلا انا اول يوم مدرسه كنت بسقي الزرع، يمكن من بعدها كده بدات احس ان حاجه قرصتني بتاكلني، وبعد شويه بدات تورم يعني. المهم مطولش عليك، قولي طولي يا بنتي يا ام احمد. كنت سايبه بقى شويه المواعين صغيرين كده في الحوض، لان امبارح ما كنتش قادره اعمل حاجه، زي ما بقول لكم كل ما بحط ايدي في الميه بتاكلني بتهرشني. فقلت جايز على بكره ابقى كويسه، لا بالعكس، ورمت اكتر وحمرت اكتر وزرقت اكتر وحالتها حاله. بس يعني ايه، مجبرين ان احنا نكمل اليوم ونشوف ورانا ايه، لان انا عندي حجوزات وعندي شغل وورايا هم ما يتلم زي ما بيقولوا. قلت اما اجهز بقى الفطار بتاعنا. انا هعمل فطار ليا انا واحمد. طبعا احمد منضم ليا بالفطار. انا ما بفطرش الا لما هو بيصحى، يعني ماشي اخواته وأقعد اقول يا احمد يا احمد يا احمد يا كده بتاع ايه لحد الساعه 9 كده، ممكن على ما يقوم ولا حاجه. ببقى عايزه اعمل الفطار مره واحده، لان لما اجي اعمل ليه مثلا فطار زي ده هو يصحى يقول لي هو انت عامله لنفسك وما عملتليش؟ فهو مشاركني معايا بالفطار بتاعي. فعملت كده بود عجة، حطيت عليه برضو شرايح جبنة رومي، زيتون، اي حاجة موجودة عندي بحطها. بعمل ميكس كده بصراحة بيبقى تحفة، وببصم العيش كده على الطاسة. بيبقى بصوا كريب اكنك بتاكلي كريب ميكس جبن، بيبقى جميل قوي. وهعمل بقى شوية شاي بلبن كده، واروح عشان خاطر نفطر انا وهو. وبعد كده بقى ايه نشوف ورايا ايه النهارده. انا عندي النهارده جاتو وعندي تورته. وعايزه اقول لكم ان انا بالليل برضو عندي، يعني عندي النهارده حاجات كتير. من كتر الحاجات اللي عندي النهارده عايزه اخرج اجيب طلبات للاطعام. وعايزه كمان اجيب الرز البسمتي واللحمه والحاجات دي. فانا حاسه ان انا ورايا النهارده حاجات كتير قوي قوي، فقلت اما اعمل فطار جامد جموده كده يقوتني، علشان خاطر اقدر ان انا اكمل اليوم واجيب الطلبات بتاعتي واشوف ايه اللي ناقصني. ورايا كذا مشوار كمان. فالحمد لله كده فطرنا، ودخلت على طول على المطبخ عشان اشوف انا هعمل ايه. طبعا ما كنتش غسلت البوتاجاز فغسلته، يعني ما كنتش غسلته امبارح. يعني هو ما كانش متوسخ قوي، بس كان ايه، مطرطش زيت بقى من التحمير ومن الاكل ومن كده. فديته كده غسله في السريع. جيت بقى اغسل المواعين، ما لقيتش صابون سائل اللي انا بغسل بيه المواعين. فقلت لا، انا كده كده نازله السوق. لما انزل السوق بقى اجيب الصابون والحاجات اللي ناقصاني. انا برضو ناقصني كذا حاجه في البيت. فهمسح بقى الرخامه من السندوتشات بقى والفطار والبيض والحاجات اللي احنا بنعملها دي، علشان انا عندي شغل النهارده. اما اجي اشتغل كده تبقى الدنيا هاديه وكويسه. طلعت السردين ده، كنت جايباه من السوق اللي فات. انا كنت جبت بوري، وبعد ما مشيت شويه لقيت السردينه الكبيره دي، وانا قليل قوي ما بلاقيها. فساعه ما لقيتها رحت جايبه كيلو وحطيته في الفريزر، وطلعته كده عشان خاطر يفك. انا المفروض ما كنتش رايحه السوق والله، يعني انا ما كنتش عايزه اروح السوق، بس انا رحت عشان خاطر ايه، كنت محتاجه طلب واحد. وهو انت بتبقي محتاجه طلب واحد بتروحي تجيبي السوق كله. انا كنت عايزه طلب واحد، يعني انا المفروض ان انا عندي السمك اصلا وعندي طلباتي. فكنت عايزه طماطم بس والله راح اجيب طماطم بس. طماطم بقى ب 25 جنيه وب 30 جنيه. فقلت اما اضرب الاسبونجات بتاعتي الاول على ما اروح السوق وارجع تكون هي بردت معايا اشتغل فيها على طول. فروحت السوق كده ورجعت، جبت بقى الطلبات اللي كانت ناقصاني. اول ما دخلت من الباب على طول ناديت بس على احمد، قلت له ناولني الاكياس. انا كنت حاطه قدام باب الشقه، قلت له بس ناولني الاكياس من قدام باب الشقه. وهامله الازازه دي، يعني هكملها ميه، علشان دي الميه الساقعه عشان خاطر الكريمه، عشان اول ما ايه اخلص اللي ورايا او اشطب شويه المواعين دول ابدا ان انا اشتغل على طول عشان ما اتاخرش. احنا كنا الوقت تقريبا الساعه 10 ونص ولا حاجه، احنا كنا لسه بدري، ما كناش متاخر ولا حاجه. انا بقيت بخلص شغلي بدري، يعني عايزه اقول لكم ان احنا بنتغدى مثلا الساعة واحدة ونص. اقوم اخلص شغلي على الساعة 2:30، اكون مخلصة شغلي مخلصة كل حاجة. جبت كرتونة اكسجين بس حطها لي في الكيس
اروح بقى اقعد عند الغساله، وجبت ازازه اللي هو الصابون السايل، وجبت كمان انا رايحه اجيب طماطم خلي بالكم. جبت كمان كان عندي جوافه، طلعت بقى الجوافه اللي كانت عندي مع كام حبايه كده لقيتها مستويه في اللي انا شارياه. هعملهم ايه، كيسين كده يبقى اعملهم عصير. وجبت كمان بلح اسود. الجوافه الاتنين كيلو ب50، والبلح الاسود الكيلو وربع ب50. البلح الاسود برضو مش هسيبه كله، هسيب شويه على قد ما ناكل او على قد العلم هتاكل، والباقي هحطه في الفريزر. يعني انا يعني ايه، واحده متابعه اللي قالت لي كده، يعني جت فيديو بقول ايه ده انا جبت نص كيلو بلح عشان بيبوظ بسرعه، قالت لي طب ما تحطيه في الفريزر يا ام احمد. قلت لها صحيح ما بحطش في الفريزر ليه؟ ايه الدماغ دي، اوقات الدماغ بتعصلك والله. طب انا فعلا احنا بنحتاجه بقى في الشتاء حلو وجميل، وبنحمره بسمنه بلدي وبيدفي ومغذي وكل حاجه. طب ما انا اجيب كيلو كل سوق وناكل اللي ناكله والباقي نحطه في الفريزر او كل كام سوق كده. فقمت رايحه بقى ايه، هنقلهم في كيس عشان ما احطهمش بس في الكيس الاسمر، فهنقلهم كده في الكيس تلاجة وهحطهم بقى في الفريزر. البلح الأحمر بقى لقيته مسكر كده في السوق وحلو، ب20 جنيه الكيلو، فجبت كيلو. وجبت كمان طماطم زي ما قلت لكم، الطماطم كانت ب25 وب30، الطماطم ولعت الحمد لله. انا جبت شوية الطماطم دول حطيتهم في الفريزر. وجبت خلطة كده دوني على بريل، دي من يعني ايه، من حد من الست بتاعة صابون في السوق، علشان خاطر ببقى اغسل بيها الحمام، بحطها في ازازة بقى كوب شويه ولا حاجه، بقى ريحتها معطره كده وحلوه لما اجي امسح الحمام بالليل. لان الاكس بصراحه الواحد مش مناها دي يعمل ايه ولا ايه ولا ايه. جبت كمان جرجير، وجبت كمان بهارات كانت ناقصاني، يعني كان شويه بهارات كده ناقصني. يعني جبت كل الحاجات اللي ناقصاني، اللي هو المفروض انا رايحه اجيب ايه يا جماعه، طماطم. فهو العاده كده، انت تروحي السوق عايزه تجيبي طلب تلاقيكي فتحتي بمليون طلب. جبت كمان بيض وسكر. جبت الطلبات اللي كانت ناقصاني كلها، يعني طول ما انا ماشيه كده اشوف الحاجه، ده انا عايزه ده وعايزه ده، لحد ما الحمد لله. اهم حاجه البيت يبقى مستور، مش مهم احنا صرفنا ايه ولا جبنا ايه ولا عملنا ايه، اهم حاجه البيت يبقى مستور بكل حاجه. ربنا يسترنا جميعا يا رب، دنيا واخره، اللهم امين. هعبي بقى البهارات بتاعتي، هو الاكياس بتبقى بخمسات كده، الاكياس صغيره بخمسات بتبقى على قد العلبه الصغيره دي، يعني ما بتقعدش كتير. يعني بصوا هي البهارات اصلا مش احسن حاجه، فانا ما بكترش منها. لما ببقى نازله بقى ايه محل كويس ولا حاجه، ده اللي ممكن اجيب منه ايه بعشرينات، او اجيب توم يبقى عندي بقى. انما الحاجات بقى اللي هي امشي بيها حالي دي، بجيب الكيس بخمسات بخمسات كده. بابريكا لا، والله اخر مره جبت البابريكا رميتها، بس يعني جبتها كانت بتطبع لون، حاسه ان هي فيها لون احمر، فكل ما اعمل حاجه احس ان هي فيها لون، فرميتها. يعني كان عندي كتير، ده أنا كنت جايبه كان الكيس مليان. انما البهارات دي كويسه، يعني اللي بجيب منها دي بهاراتها كويسه عن المره الاخيره، عن التاني اللي كنت جايبه منه. فعم ابقى اخرج بقى باذن الله، عايزه اجيب ايه شويه تشكيله بهارات كده حلوه. انا عندي بس هجيب عشان خاطر ايه، اكمل على اللي عندي. هنلم بقى كل البهارات اللي احنا وقعناها دي ولحوسنا بها الدنيا، وهجيب فوطه ببلها بقى ميه تشيل اي حاجه، يعني اي بواقي بهارات ولا حاجه. الفوطه الناشفه مش هتشيلها زي فوطه مبلوله، الفوطه المبلوله بتلم كده وما بتخليش ورانا اي حاجه خالص. طبعا انا واخده بالي عشان هتقولي لي الاسبونجات جنبك يا ام احمد والكيك، انا واخده بالي جدا حتى وانا بلم وانا بجيب الفوطه، واخده بالي جدا ان هما ما يجيش عليهم اي حاجه او ايدي تبقى فيها اي حاجه. طبعا عملت شويه رز كده صياديه بالبصل، يعني حمرت له بصله وحطيته كده يتردد، وهبدا ان انا اقلي السمك، لان زي ما انتم عارفين احنا بنتغدى بدري. فيا دوب عما رحت السوق بقى وجيت وعبيت البهارات وغسلت المواعين، كان خلاص جه وقت الغدا. يعني كنت هنا غسلت المواعين فجه وقت الغدا خلاص، فقلت اما اجهز الغدا الاول وبعد كده ابقى اشوف شغلي. فتبلت الدقيق، حطيت عليه البهارات وحطيت عليه نشا عشان خاطر اقلي بيه السردين بتاعي. والسردين كمان انا تبلته، يعني انا عملت له توم وفلفل وبهارات وليمون وتبلته كده من بره ومن جوه. السردينه البلد الكبيره دي بتبقى حلوه قوي، يعني فين وفين عما الواحد بيلاقيها، دايما بيلاقي الصغير، الكبير ده قليل لما الواحد بيلاقيه. فساعه ما لقيتها رحت جايباها على طول، قلت مش مشكله تتشال في الفريزر، بس اهم حاجه ان احنا ايه نجربها كده. والعيال اصلا كانوا حابينه قوي، رغم والله انا عندي العيال عندها برد بس صممت ان انا اعمله. احمد ومحمود واخدين برد لان بيشغلوا المروحه على اعلى حاجه وهم نايمين، وكل ما اروح اطفيها يشغلوها او كل ما اروح اديها يعلوها. فهم الاثنين اخدوا برد. لما اخدوا برد بقى قلت يقولوا من ايه يا ماما، قلت لهم من المروحه. فاقتنعوا ان هو من المروحه وخلاص هيبداوا ان هم يهدوها بقى، يعني النهارده ايه هدوها وهم نايمين. اما انا قلت لهم البرد، هم مش بيقول لك لا ازاي من المروحه تعمل كده، قلت لهم انتوا عندكم برد من المروحه. يقول لك ما الدنيا بتبقى حر، قلت لهم لا ما عادش حر، الجو بيجي قبل الفجر بيبرد وانتوا بتبقوا نايمين مش واخدين بالكم او مش حاسين وخلاص وانتوا نايمين وخلاص. فقعدت قلت لهم اجل السمك، قال لك لا احنا عايزين ناكل سمك. فخلاص بقى هم حرين ما دام هم موافقين، خلاص هم عندهم برد بس بسيط، مش عندهم برد شديد. يعني لو اكيد حاجه شديده انا عمري ما انا عامله سمك.
هغرف بقى الاكل بتاعنا. انا كنت عملت طبق سلطه وغسلت الخضرة وجهزت كل حاجة بقى في استقبال ايه العيال لما تيجي من المدرسة. نقعد نتغدى على طول، وبعد الغدا بقى اقوم اشوف الشغل بتاعي. انا اوقات بعمل الشغل قبل الغدا، واوقات بعمله بعد الغدا حسب التسليمات بتاعتي. اوقات بيبقى ناس عايزه تستلم المغرب، فبيبقى الوقت لسه قدامي طويل واليوم لسه في اوله، فبتغدى الاول براحتي وبعد كده بقوم اعمل الشغل بتاعي وبخلصه. ما بياخدش اصلا في ايدي بكون السبونشات مضروبه كده ساعه زمن بالكتير بكون بخلصه على الساعة 2 2:30 أكون مخلصة وقاعدة. لو الناس عايزة بدري، في تسليمات بتبقى الساعة 2، يعني في ناس بيبقوا عايزين الساعة 2 الساعة 3، لا دي بشتغلها من قبل الغدا، يعني من وأنا بجهز الغدا كده ببدأ إن أنا أشتغل. هعصر بقى ليمون وهرش شوية بقى إيه دقة كده عليها كمون، وألف هنا وشفا يا رب. أنا كنت حاطة الصينية على الفريزر عشان الاسبوتشات كانت محطوطه، ما كنتش عايزه ان انا احركها من مكانها واشيلها، ببقى مغطياها طبعا. وهنشوف بقى اليوم بتاعنا هيكمل على ايه، وهنخرج نجيب طلباتنا ولا لا، وهنعمل ايه النهارده. بس طبعا تكمله الحكاوي دي كلها تبقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، لان انا اليوم بتاع النهارده مش هيكمل معاكم للاخر، يعني هيكمل معاكم للنص كده. شويه الرز المقرمشين المحرمشين دول بقى ليا انا. مين بقى فيكم بيحب شويه الرز المقرمش اللي في قعر الحله ده؟ انا بموت فيه، وولادي بيقعدوا يتخانقوا عليه، بس انا بخبي الحله جنبي كده، ما بحطهاش على الصينيه، بخبيها جنبي وانا قاعده. احمد بقى قال لي يا ماما انا هقوم اعمل شويه شاي بليمون عشان خاطر البرد ما يزيدش عليا بعد السمك، وقام رايح عامل لي شاي. لقيته بيقول لي انا عملت لك معايا شاي احط لك ليمون، قلت له لا انا ما بحبش الشاي بالليمون. فاخدت بعض كده وهروح على البلكونه اجيب لي عودين نعناع كده طازه احطهم في الشاي علشان خاطر يفوقوني، لان عايزه اقول لكم ان انا بعد لما اتغديت قعدت كده شويه اتكلم مع العيال، لقيت عيني ايه تقيله، يعني عينها تخفل كده، النوم بدأ. انتوا عارفين بعد الغدا تحس ان انت عايزه تريحي بقى، خلاص بقى انت رحتي السوق ورجعتي وغسلتي مواعين وطبختي وعملتي، تحسي ان انت عينك تقلت كده ودماغك بدأت ايه تونون كده، انت عايزه تنامي. فقلت لا قومي فوقي نفسك، انا لسه اصلا يعني الساعه 1:30. خدت عودين نعناع كده من خير الطبيعه، ويا جماعه ما حدش يقول لي فيه تراب، انا بسقيه الصبح، برش الورق الصبح فبيبقى نضيف، والله لسه عاملاه النهارده، بس مش على طول، اوقات بسقيه واوقات لا، بس النهارده كنت لسه ساقياه فكان الورق نضيف وزي الفل. بجيب البخاخه كده وبرش الورق كله بيبقى زي الفل. هنروح بقى شايفين الزرعات على فكره بدأت ان هي تحلو، يعني كل اللي وقع بدأ يطلع فيه ورق صغير خالص لسه بدأ يطلع، او الاصفر بدأ يطلع في الجذع، مش عارفه اسمه جذع ولا ايه، ورق صغير، فهي ان شاء الله هتحلو. ولقيت بقى طالع ورده، شوفوا لي بقى الجمال والحلاوه، لقيت طالع ورده كده لونها فوشيا. الزرعه دي بتطلع ورد، بس انا مش عارفه مين اللي بياكلها، يعني كل ما بتطلع واحده انا شفتها اهو مثلا الصبح اروح وارجع ما الاقيهاش، فانا مش عارفه العصافير بتاكلها ولا بتروح فين. يعني دي رابع واحده تطلع، لو كانوا الاربعه موجودين كانت هتبقى جميله قوي. انا بشوفها عند ناس مليانه ورد، بس كل ما بروح وارجع الاقيها مش موجوده، يعني متشاله اكن حد عصفوره واكلاها، او مش عارفه حمامه واكلاها ولا ايه، فالعصافير مبهدلاني الناحيه دي والناحيه التانية. هنشرب بقى الشاي بتاعنا كده واحنا بنشتغل، وبسم الله الرحمن الرحيم. انا جوايا اتنين بيقاتلوا بعض، واحده بتقول لي يا بنتي يا ام احمد اقعدي وريحي يا بنتي يا ام احمد نفسك، والتانيه تقول لي قومي يا بنتي شوفي حال، قومي يا بنتي اشتغلي، قومي يا بنتي شوفي اللي وراكي. فده بقى الشغل بتاع النهارده، وهكمل لكم بقى حكايه اليوم، لان اليوم ده حصل فيه حاجات كتير قوي، بس الفيديو